ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. يا مساء الورد والياسمين والمحبة والجمال، يا مساء كل حاجة حلوة عليكم يا رب. اول حاجة كده، اللي لسه اول مرة يشوفنا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ويضغط على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. وحطوا اللايك يا جماعة، متنسوش اللايك، الفيديو النهاردة يستاهل 1000 لايك. اول حاجة كده طبعا تعرفوا من عنوان الفيديو القرص الفلاحي، ومش كل اللي يعمل قرص فلاحي يقول انا عملت. دي القرص اللي يعني بقول لكم ايه، مش هتلاقوها في اي حتة تانية. اسمعوا الفيديو للاخر وكملوه للاخر وانتوا هتشوفوا كل التفاصيل وكل التكات والحركات بتاعه القرص الفلاحة دي. حاجة جامدة من الاخر. مش كل اللي بيعرف يعملها. انا عامة لما اتجوزت يعني ما كنتش بصراحة اعرف القرص دي خالص، ما كنتش اعرف اي حاجة عنها يعني طريقتها. احنا عندنا هنا في الصعيد كل منطقة ولها طريقة الخبيز بتاعتها. يعني كل منطقة كده وكل بلد او كل مكان ليه طريقة معينة في القرص بتاعته. فانا بصراحة ما عرفتش الطريقة ديت يعني في المنطقة اللي انا اتجوزت فيها. يعني هم اللي يعرفوا الطريقة دي بس من القرص، يعني مش كله. يعني انا عندي مامتي بتعمل طريقة مختلفة شوية عن حماتي، فحماتي بتعمل بطريقة ومامتي بتعمل بطريقة، والاتنين حلوين. يعني سواء اتعمل بالطريقه دي وبالطريقه دي الاتنين حلوين. بس انا حبيت النهارده ان انا اجيب لكم طريقه حماتي، بصراحه مختلفه جدا هتعجبكم جدا. هي شاطره جدا 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 في الحاجات دي. ويعني بصوا، استاذه استاذه يا جماعه والله العظيم. يعني مش كل اللي يعمل قرص يقول انا عملت. لا، جربوا القرص دي من ايدين حماتي، هتدعولي هتدعولي هتدعولي. اكتبوا لي في الكومنتات. انا ما لحقتش ان انا اصور طريقه العجين. اللي حابب انه يعرف طريقه العجين، ايه المقادير بتاعه العجين، بيتحط ايه في العجين، اكتبوا لي في الكومنتات وانا اعمل لكم فيديو كامل للعجين، اعمل لكم فيديو طريقه العجين بتاعتها لو عجبتكم القرص وعجبتكم الطريقه. اول حاجه كده، هنا في حاجات زي ما انتم شايفين كده. الطريقه ايد بنقطع بيها كده قطعه، بندورها وبننزل بيها ناحية في الدقيق وناحية تبقى ايدينا بتتبل سمنة كده. وبنعمل بالسمنة، يعني وشها بيبقى مدهون سمنة ومن تحت بيبقى دقيق عشان ما يمسكش، لان احنا بنحط على غرابيل. الغرابيل اللي احنا بنغربل بيها بقى كده القمح والشامي والحاجات دي كلها بنحط عليها بقى كده قماش نظيف. اي حاجة عندك، هدوم صغرت عليك، اي حاجة بنحطها كده، حاجات نظيفة وحاجات مغسولة وزي الفل، بنحطها على غرابيل كده او على اطباق لو عندك اطباق كده حلوة. آه بنحطها بقى بعد كده هجيبها لكم وهي في الشمس. دي طريقة بقى تاني، يعني كده بناخد حبة كده عجين حلوين. وحماتي بتعمل القرص دي الجامدة ديتي في الصواني، دي بتبقى للفطار، دي بتبقى طرية. لكن القرص اللي على الغرابيل اللي انتوا شايفينها اللي على القماش دي، دي اللي هي بعد كده هتشوفوها معانا، دي اللي هي بنحمصها بعد كده، اللي هي بتقعد معانا فترة طويلة. لكن اللي في الصواني دي حماتي بتعملها طرية، بتبقى للفطور كده اللي هو زي الفينو. والله بتبقى عاملة طعمها زي الفينو كده، حاجة هشة وجميلة ومش كل اللي يعملها. دي من ايدين حماتي حاجة تانية، يعني حاجة تانية خالص يا جماعة والله العظيم. هي شاطرة، يعني شاطرة في الحاجات دي جامد، أستاذة بصراحة. دي المعلمة زي ما بنقول. ربنا يخليها لي يا رب ويدومها في حياتنا ويبارك لنا فيها ويديها الصحة يا رب وطولة العمر. آه، احنا يعني بصراحة ما بناكلش اي حاجة حلوة غير من ايديها والله العظيم. احنا بقى زي ما انتوا شفتوا كده بططنا شوية بايدينا. اللي عملناهم اللي انتوا هتشوفوها دولت بقى احنا بططناهم بايدينا. وهي بقى بتعمل اللي في الصواني زي ما انتوا شايفين الجمال. دي يا جماعة للفطار بتبقى طرية كده وهشة وزي الفينو، بتبقى والله عاملة زي الفينو حرفيا كده. حاجة جميلة جدا. وسمنة بقى مكيفاها سمنة يا جماعة، مغذية بقى القرى. السمنة اللي في الصواني دي بيتحط لها، يعني بيتحط لها سمنة كتير، عكس اللي احنا بنبططينها على ايدينا. يعني اللي مبططة على ايدينا اللي هو يا دوبك الوش بس اللي بيبقى سمنة، والناحية اللي من تحت بتبقى دقيق. لكن اللي في الصواني اللي بياخد سمنة كتير بصراحة. طبعا احنا كنا مطيبين جزء اهو، هوريه لكم بعد كده على الحصيره. لكن ده الجزء اللي انا حبيت اصوره لكم بقى من اوله لاخره. هنا بعد ما خلصنا بقى تبطيط، طلعنا كل ده على السطح كده. سطح عندنا طلعنا عليه العيش ده كله، القرص دي كلها على السطح بقى عشان تختمر وتعلى كده شويه. يعني بنعملها يمكن معامله الشمس شويه، في موضوع ان هي لازم تتحط في الشمس عشان تعلى كده حبه وتبقى منفوخه كده عشان تختمر. اهم حاجه تخمر كده شويه في الشمس، يعني الشمس تطلع كده عليها بتخمر وتعلى شويه. هوريها لكم بعد ما تخمر. هنا بوريكم ان احنا بنحط على الغربال اللي احنا بنغربل عليه الشام القمح، يعني بنحتاجه في حاجات كتير هنا.
شايفين ده منظر القرص بقى اللي هي على الغرابيل واللي هي في الصواني المبططة دي. وشايفين هنا بقى خلاص هي اختمرت، شايفين عليت شوية، تعرفوا الحجم بتاعها عليت شوية. وهنا بقى جينا بقى لمرحلة التسوية للفرن، بنديها نغزة كده بالدبوس او بأي حاجة كده قشاية معاكي، عشان يعني انا بحسها قريبة شوية من معاملة الشمس، يعني فاهمين النغزة دي بتحت الوش كده زي العيش الشمسي، زي ما بنعمل العيش الشمسي كده. بس هي طبعا اختلاف، ده بيبقى عيش، لكن دي قرص معجونة بسمنة ومعجونة بلبن، يعني متكلفة بصراحة، متكلفة. والطعم في الاخر حكاية والله العظيم. حبة يعني في بياكلها كده طرية عادي، بناخد كام واحدة بناكلهم كده، بس الباقي بقى بنحمصه زي الفايش بالظبط. اللي عارف الفايش احنا بنحمصه زي الفايش بالظبط. شايفين بقى مرحلة التسوية دي هنا اهو، بقول لكم بنعمله في الاخر كده بيتعمل شوية مع عملت الشمس. واللي حابب قلت لكم، اللي حابب الطريقه يكتب لي في الكومنتات، اللي حابب يعرف طريقه العجين بتاعته يكتب لي في الكومنتات، وانا هنزل لكم الطريقه كلها، طريقه العجين من اولها لاخرها. يعني اللي حابب بقى القرص دي وجمالها وحابب ان هو يجربها ويعمل حاجه مختلفه شويه يكتب لي في الكومنتات، وانا انزل لكم طريقه العجين بالكامل لو حابين ان انتوا تجربوها. هنا بقى جوه الفرن بقى تستوي بقى كده على نار هاديه جدا، بنبقى مهديين النار على الاخر. هنا انا بصور لكم فرنين يا جماعه، احنا مشغلين فرنين والله، فرن بره شويه وفرن جوه، عشان الكميه كانت ما شاء الله كبيره، فكنا محتاجين فرنين مش فرن واحد بس. شايفين النار تكون هاديه جدا زي ما انتم شايفين كده، بحيث العيش يستوي براحته، القرص تستوي براحتها. هنا بوريكم بعد ما طلعت من الفرن، شايفين جمالها عامل ازاي، كانها كايزر والله العظيم. انا عن نفسي باخد منها وبفتحها كده من النص وبعملها معاملة الكايزر بالظبط، لانها هشة وجميلة واحسن من الكايزر 100 مرة. هنا بقى دي السلفتي الكبيرة اهي قاعدة بتمسحها كده من تحت، مكان بقى الفرن وارضية الفرن، فبتمسحها كده من تحت، وبعد تدينا احنا كده على الطبلية واحنا بالسكاكين كده، وبنشرخ بقى العيش كده ونعمله طويل للتحميص. هنا بقى مرحلة التحميص اهي، حطيناه جوه الفرن بقى يتحمص وتاكليه على الف هنا يا رب. شايفين جماله عامل ازاي، بيبقى زي الفايش كده، بس الطريقة بتاعته قلت لكم مختلفة شوية. ويلا بقى سلام.